جمهور ميلان في سانسيرو ينتظر، الجمهور الإيطالي كله كان ينتظر بعد غياب، بعد فترة الإضراب وبعد ذلك مباريات المنتخب الإيطالي، دخول الفريقين مع روكي حكم المباراة. هذا جمهور الروسونيري. لاتسيو جاهز لهذه المباراة مع أليغري، إبراهيموفيتش، كلوزي أول مباراة له، أكويلاني أول مباراة له مع الميلان، أول مباراة له في إيطاليا كلوزي على مستوى السيريا. تبدأ المباراة وسريعا لاتسيو مع هذا التسديد من بعيد من ليدزما، كانت أول إنذار لميلان. يعود بعد ذلك كرة رائعة من إبرا، أكويلاني ينفرد، يضيع فرصة كبيرة. أكويلاني تدخل ممتاز أيضا لبيتزاري العائد للاتسيو، ثم تمريرة أمامية ينجح كلوزي بالتلاعب بنيستا، يسجل. احتجاجات من أبياتي، هدف يحتسب للاتسيو. هذا هو بالمناسبة أول هدف لهذا الموسم. النجم الألماني كلوزي أحد أفضل الهدافين في التاريخ، في تاريخ كأس العالم، وصاحب المركز الثاني خلف النجم الأسطوري البرازيلي رونالدو، ومع المنتخب الألماني وفي كل الأندية التي لعب معها. هداف من الطراز النادر جدا. بعد ذلك ضياع كبير في دفاع ميلان خاصة مع نيستا، تسديدة سيسي، متابعة كلوزي إلى جانب القائم، تضيع فرصة الهدف الثاني على لاتسيو، لكن ضياع كامل بالنسبة للاعبي ميلان. هذه المرة سيسي سيسجل هدف جميل جدا للنجم الفرنسي، وصمت رهيب في سانسيرو. لاتسيو يتقدم بهدفين لا شيء. كرة ماوري رائعة، متابعة سيسي الرأسية داخل مرمى أبياتي. بعد ذلك هذه تمريرة أمامية، كاسانو إبرا، بسرعة يعود ميلان إلى أجواء المباراة. أكويلاني، كاسانو، إبرا، مع أيضا حركة دفاعية كانت ضعيفة جدا من زاوري. يعود ميلان للمباراة. من حسن حظ ميلان أن ذلك حصل بسرعة في الشوط الأول، ثم بواتينج يراوغ يسدد بقوة، يتصدى بيتزاري، ركلة ركنية لميلان، تلعب الركلة الركنية، كرة رأسية داخل المرمى. ما الذي سجل بالكرة الرأسية؟ أنطونيو كاسانو. في أفضل حالاته الآن أنطونيو كاسانو، صنع الهدف الأول، يسجل هدف التعادل. ميلان يعود من بعيد في المباراة، والأهم بالنسبة لميلان أنه عاد بسرعة أيضا. لكن لاتسيو من جديد يحاول مع إرنانيز، يضيع فرصة كبيرة. نيستا ربما قدم الشوط الأول، قد يكون أسوأ شوط له في مسيرته الكروية. ثم كاسانو بداية الشوط الثاني، كاسانو يمر، يسدد كاسانو إلى جانب القائم. إبرا يحاول، بواتينج لا يصل إلى هذه الكرة، تضيع الفرصة على بواتينج. ثم كاسانو أيضا في منطقة الجزاء، ترويض ممتاز، تسديدة على القائم. حظ سيء لكاسانو في هذه الكرة. لاتسيو في الهجمات المرتدة، سيسي يسبق نيستا، فرصة الهدف الثالث، لكن حركة دفاعية ذكرت الجميع بقيمة نيستا، يمنع لاتسيو من هدف ثالث في المباراة. مباراة تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.